السلام عليكم. اهلا بيكم في قناتي. النهارده هنعمل مع بعض طريقه سهله جدا للرز بلبن، وبجد دي من احلى الطرق اللي ممكن تجربوها في الرز بلبن، لانه هيطلع معاكم الوش مكرمش وكريمي جدا والقوام بتاعه مظبوط. وكمان هقول لكم على شويه افكار صغيره بتفرق جدا في التزيين وهتخلي شكله معاكم حلو. والطريقه اللي هنعمله بيه النهارده سهله جدا وبسيطه، ولو لسه اول مره تجربوه فهيطلع معاكم مظبوط وناجح من اول مره. وبجد طعمه كان حلو جدا وريحته كمان كانت حلوة قوي. شايفين بقى قد ايه قوامه كريمي ومظبوط جدا. فيلا بينا نبدأ مع بعض خطوة بخطوة ونشوف طريقته ازاي. وما تنسوش لو عجبكم الفيديو تعملوا لايك وتشتركوا في القناة. في حلة على النار هنحط فيها نص كوباية من الرز المصري اللي هو الرز الابيض. الرز ده هنغسله كويس جدا ومش محتاجين ان احنا ننقعه، وهنستخدم له 3 كوبايات من المية، والمية اللي هنستخدمها لازم تكون مية مغلية، والثلاث كوبايات بيكونوا كافيين جدا لنص كوباية رز. والكوباية اللي عيرتي بيها الرز هي نفسها اللي هعير بيها المية. ممكن تضيفوا المية دي مية عادية يعني مش مغلية او سخنة، بس انا بحب ان انا اضيف المية سخنة عشان تسرع معايا من عملية السوا. وبعدين هقلب الرز عندي في المية كويس وهغطي عليهم.